السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. في هذا الفيديو أكيد نشارك معكم آخر أخبار منتخبنا الوطني الجزائري، أخبار محترفين. لكن فقط كملاحظة، اللي مازال ما اشتركش معنا يشترك، لانه كاين بزاف راهم يقولوا يطالبونا انه علاش ما تكلمتش في هذا الموضوع ولا علاش ما تكلمتش في هذا الموضوع، وانا تكلمت يعني مرارا وتكرارا في موضوع معين. لذلك اذا ما كنتش مشترك ولا ما كنتش مفعل زر الجرس ما راحش يوصلك اشعار الفيديو. لذلك انا نقول دائما يعني تفعيل زر الجرس، الاشتراك في القناه، علاش؟ باش يوصلكم يعني كل ما هو جديد. على كل حال، نبدا على بركه الله في هذا الفيديو بما فعلت الفيفا بطلب منتخب فلسطين إجراء مبارياتها الدولية هنا في الجزائر، حيث رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السماح لمنتخب فلسطين بعد مشاورته مع الفيفا، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، السماح لمنتخب فلسطين استقبال منافسيه في تصفية المونديال وكأس آسيا للأمم في الجزائر. وبررت الهيئة الكروية سبب الرفض كما كنت متوقع. يعني لما نشرت لكم خبر أنه منتخب فلسطين يعني طلب أنه راح يجري تربص هنا بالجزائر، قلت لكم أنه تغيير القارة قد يشكل عائقا، والله أعلم. لكن صدقت يعني مخاوفي وتوقعاتي برفض الاتحاد الآسيوي بإجراء المنتخب الفلسطيني هنا تربصه في الجزائر. على كل حال، والهيئة الكروية قلت أو الهيئة الدولية بررت للاتحاد الآسيوي أن الجزائر تتواجد خارج القارة الآسيوية وفقا لبند في القانون الأساسي للاتحاد الآسيوي. وكانت الاتحادية الفلسطينية أقول لكرة القدم عبر رئيسها قد طلبت بشكل رسمي من الاتحاد الآسيوي والفيفا السماح لمنتخب بلاده الاستقبال في الجزائر. ولكن كل شيء يعني كان مهيأ، سواء من طرف رئيس الجمهورية أو حتى من الشعب، رحبوا بهذه الفرصة. لكن الاتحاد الدولي أصدم الاتحاد الآسيوي. على كل حال، بالتوفيق للمنتخب المصري. لكن فقط كملاحظة صغيرة، لو أن منتخب الكيان الصوص طلب من الفيفا أن يجري تربصه في قارة أمريكا لا قُبل يعني بالقبول. لكن بما أنه منتخب فلسطيني يطبق عليه كامل القوانين الفيفا. شأنه شأن الجزائر يعني هذه ولفناها احنا. على كل حال، نزح بنا خوتنا إلى موضوع آخر قبل ما نروحوا إلى قضية رياض محرز. خلينا نقول لكم أنه إسلام سليماني بعد 48 ساعة من مواجهة مصر والرحلة الشاقة إلى البرازيل. سليماني شارك أساسيا رفقة كوريتيبا أمام كوريابا. أقول بصم أيضا مهاجم إسلام سليماني، مهاجم الدوري الجزائري، مشاركته في المباراة السادسة تواليا مع فريقه كوريتيبا في الدوري البرازيلي. فبعد 48 ساعة أقول من عودة السوبر سليم من تربص المنتخب الجزائري، يعني شارك إسلام سليماني أمس الأربعاء طيلة 90 دقيقة في مواجهة فريقه كوريتيبا أمام المنافس قلنا اسمه كوريابا برسم الجولة 27 أقول من الدوري المحلي. ورغم خسارة كوريتيبا في المواجهة، إلا أن المهاجم الخضر قدم مستوى مقبول في المواجهة ونال تنقيط 6.9، يعني بعد ما بصم على نسبة نجاح تمريرات ب 76%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين للتسجيل بالإضافة الفوز ب5 صراعات ثنائية. ولكن الفريق كوريتيبا لا يملك نجوم كبار يعني ليساعدوا اللاعبين وبإمكانهم أنهم يصنعوا الفارق. هذه يعني شأنه شأن رياض محرز في الأهلي السعودي. ما يكفيش أنك لاعب واحد هو اللي يقوم بكل شيء، لازم يكون عندك المساعدة والمساندة الهجومية. إذن في خبر آخر لابد أننا نتكلم على مستوى رياض محرز، حيث أنني يعني من خلال تصفح مختلف ردود الأفعال بخصوص منتخب الجزائر اللي لعب ضد منتخب مصر، أكيد كما شفتوا المباراة، لقيت باللي رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعني كلهم يعني بصوت واحد، ويعني مخاوف من بقاء رياض محرز على نفس المستوى، وهو الذي جمال بالماضي جعل منه يعني أساسيا فوق العادة، ويعني مرشح للدخول كأساسي في كم من مباريات فوق العادة، إلا أنه مستواه أصبح جد محدود. إلا أنه من خلال أيضا تصفح تعليقاتكم لقيت أنه
اجتمعتم على كلمة واحدة أو جملة واحدة أن رياض محرز أصبح يلعب بدون حماس ويلعب من أجل الاستعراض. وبالنسبة لفريقه الأهلي السعودي نفس الشيء بالنسبة للأهلي السعودي، الأهلي السعودي الذي تعاقد مع رياض محرز على أساس أنه نجم ويقدم الإضافة. كنت درت فيديو بخصوص هذا الموضوع وقلت أنه الأهلي السعودي ما نستناوش منه يطور من رياض محرز، لأنه الأهلي السعودي يستنى من محرز هو اللي قدم الإضافة للأهلي السعودي. لذلك قلنا أنه رياض محرز أصبح يلعب من أجل الاستعراض، يلعب بدون حماس، يبحث عن كنترول فوق العادة، يبحث عن مخالفة مباشرة، كرة عرضية، لكن الالتحام والعودة إلى الدفاع والجرينتا أصبحت يعني نوعا ما غائبة بالنسبة لرياض محرز. لذلك قلنا أنه يجب على الكوتش جمال بالماضي التكلم مع رياض محرز في هذه النقطة مثل ما كان يفعل بيب غوارديولا. يعني لما يكون ماشي مليح الدكة تنادي، الدكة تنادي، عقاب بالدكة وأحيانا لا يستدعى، هذه هي. لكن إذا بقى مرشح فوق العادة كما يعني نولوا إلى نقطة البداية كما كنا مع بالليلي وبونجاح وبعض اللاعبين الذين في دائما يدخلوا كأساسيين، يعني أصبحوا لا يقدمون يعني ما هو مرجو منهم كما عودونا. لذلك أقول الذي لا يلعب ولا ينقص المستوى نتاعو الاحتياط ماشي عيب، وعدم الاستدعاء ما راهوش عيب. لذلك لازم اللاعب يحس أنه عنده المنافسة، سينو نبقاو يعني في حلقة مفرغة. إذا قلنا أنه حنتكلموا أيضا على مخاوف كبيرة يعني من بقاء رياض محرز على هذا الشكل. لكن المشكل ما راهوش فقط في رياض محرز، وإنما هناك يعني وقت قليل فقط وهو شهران فقط لتصحيح الأخطاء وعودة إسماعيل بن طالب وعفوا نبيل بن طالب وإسماعيل بن ناصر أصبحت أكثر من ضرورية. لأنه شفنا في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري وحتى في المباريات يعني السابقة أنه وسط الميدان لم يقنع تماما. لا ندري هل اللاعبون، أنا أظن اللاعبين يشاركوا فيها، لأنه لما تقول لي أنت يا هشام بوداوي وحيمة عبد اللي وأدم زرقان وقهر قادري ما راهمش في مستوى إسماعيل بن نصر ونبيل بن طالب وحسام عوار وأمين قويري، يعني لابد أننا ننصح كامل الأخطاء، ويجب أن نجعل جمال بالماضي أن يضرب بيد من حديد. وأنا متأكد أنه في التربص المقبل ما كاش يعني لا أظن أنه راح يوجه الدعوة لحماد عبد اللي وأيضا هشام بوداوي، ولأنه لماذا بلاصة هشام بوداوي وادم زرقان اكيد هو راح يولي المايسترو تاعنا اسماعيل بن ناصر، وراح يولي ايضا ادم والناس عفوا نعم ادم والناس ايضا يولي، وايضا راح ولا اصلا نبيل بن طالب. لذلك يجب ترك الفرصه الذي يقدم لو كان يعني 5%، اما اللي يجي يلعب لك من اجل اللاعب هذا احنا ما نسحقوش. على كل حال هذا ما في جعبتنا نهار اليوم، اخبار خفيفه نراكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله.